انا قلت اللعيبه قبل كده في الفتره اللي فاتت، الفتره اللي جايه هنشتغل على ليفل عالي من ناحيه تجارب الماتشات الوديه اللي هتخلينا نروح لكاس الامم ان شاء الله في المغرب بعد ايام، ان احنا نكون نأدي بشكل قوي، ويكون رايحين باحسن العناصر اللي موجوده، اللي احنا القائمه الاخيره اللي هي هتتعمل قبل ما نسافر ان شاء الله المغرب. فتجربه ايجابيه جدا جدا، استفدت بيها جدا. لكن السلبيه اللي فيها ان انا الخساره اللي انا ما بحبهاش. واعتقد ان كل الناس متفقه ان احنا الشوط الثاني كنا افضل. الشوط الاولاني فيه اخطاء فرديه، يعني الاخطاء اللي جت الجونين جم باخطاء فرديه غريبه يعني. من في حاجه فيها نوع من عدم الجديه في الضغط في الجون الاولاني، والجون الثاني التغطيه اللي اتعملت ورا هاني ما اتعملتش بشكل جيد في قلب الديفنس. ثم بعد كده يعني سعيد باللعيبه اللي نزلت، فتوح ادى بشكل كويس، ومحمود وطاهر. كل المجموعه دي استفدت بيها، وزلاكا واللعيبه دي انا هي دي المستقبل اللي جاي في الفتره اللي جايه اللي بينضموا، اللي بيخلوني نعمل قوام كويس في القائمه بتاع كاس الامم ان شاء الله.